السيد بيجي قايد سبسي ولا أخوه المحامي ولا وزير الصناعة مورطون؟ Yes. On the surface, or when I see what has happened, my first reaction is that the Minister of Industry, the confiscation commission president, Sipsi, the Prime Minister, Sipsi, the lawyer, and Salim Shaboub, the indirect large shareholder of Voyager, arranged for the theft. نعم، للوهلة الأولى حسب ما لاحظت فإن رد فعلي الأول هو أن وزير الصناعة ورئيس لجنة المصادرة ورئيس الحكومة البيجي قائد السبسي والمحامي سلاح الدين السبسي وسليم شيبوب خططوا جميعهم لسرقة أسهم شركة مايادور لفائدة شركة أندركو. لا يهم ما فعله سليم شيبوب بشركة فواياجر لإضعافها، بحيث اضطررنا للتفويض في 80% من أسهمها لأندركو. قضية السبسي جيت تبدو وكأنها هي القضية الأساسية، وبالتالي يتعين القيام بالتحقيقات الضرورية لكي نستعيد ثقة المستثمرين في مجال النفط والغاز في تونس، وهذه هي الإشكالية المفصلية، إضافة إلى اكتشاف حقيقة ما حدث لأسهم مايادور، وبالتالي يتعين مصادرة أسهم شركة جرين أويل أند غاز بأسرع وقت ممكن. نعم، يبدو وكأن كل العناصر متماسكة لإماطة اللسان على هذه القضية. معناتها التجاوزات هذه كل صارت بعد الثورة، باش نكونوا واضحين. After the revolution, yes. I mean, the violations from Shaboub, I have a 200-page technical report, which I can provide to the authorities. And some people in Tunisia already have this report. And in this report, it talks about what Shaboub did to Voyager. So this is one thing. نعم، بعد الثورة أنا أمتلك 100 صفحة تحتوي على الخروقات التي قام بها سليم شيبوب، وهي كلها في شكل تقارير فنية، والتي يمكنني تقديمها للسلطات في أي وقت، والتي يمتلك منها عدة أشخاص نسخ. وهذه التقارير تتحدث عما فعله سليم شيبوب بشركة فواياجر. معناتها كي تقول اليوم حتى الحكومة هذه معناتها ساكت عليه، الحكومة الحالية؟ No. Nothing. In fact, when I talk to people in the government, عندما تحدثت إلى أطراف حكومية في السابق مثل مستشاري رئيس الحكومة وكذلك بعض الوزراء، كلهم دعوني إلى أن أنتظر إلى ما بعد الانتخابات، ولكن أنا لا أتفهم هذا الموقف. ماذا يقصدون بالانتظار إلى ما بعد الانتخابات؟ في اعتقادي هذه أهم معضلة تواجه المجتمع التونسي، والشفافية هي من أوكد واجبات الحكومة التونسية مستقبلا في مجال النفط والغاز. فالنفط يعبر تونس في طريقه من الجزائر إلى ليبيا، لذا لماذا ننتظر إلى ما بعد الانتخابات؟ ربما لأنهم عقدوا صفقة مع سليم شيبوب، لست أدري، ومن يدري. أنا لست مطلعا في السياسة، ولكن الأمر يبدو غريبا حقا، ويجب طرح هذا السؤال بكل جدية. لماذا تبقى الحكومة مكتوفة الأيدي بالرغم من معرفتها بكافة حيثيات هذه القضية؟ معناتها عبد الرحيم، عندك وثائق اللي تقول عليه مستعد انك تقدمهم للحكومه، تقدمهم للقضاء. And I'm ready to do this, and I'm already provided some of these documents on my Facebook page, and so now people in Tunisia know about this. So and people ask me, well, why don't you go to court? Why are you talking about this? Why do you have these documents? You know, I don't need to go to court. I went to court already. I went to court in Canada against Voyager for what Celine did, and I got paid for this. I'm finished. Now what I need, going to court in Tunisia, for me it's yes. أنا مستعد لتقديم هذه الوثائق، وقد نشرت بعضها على صفحة الفيسبوك، وبالتالي أصبح المجتمع التونسي على علم بالقضية، إضافة إلى أن هناك الكثير من التونسيين يسألونني عن سبب لجوئي إلى القضاء. لماذا تثير هذه القضية ولماذا تحتفظ بها؟ وأريد أن أؤكد مرة أخرى بأننا لسنا بحاجة إلى المحاكم، بما أنني لجأت إلى المحاكم في السابق في كندا، وما أطالب به الآن حقا هو أن يلجأ الشعب التونسي للقضاء. الشعب التونسي هو الجدير باللجوء إلى القضاء، ولكن ما يحركني في هذه القضية بالأساس هي مصلحة الشعب التونسي، وأنا أشتغل لمصلحة الشعب، لأنني متيقن أنه عندما أثير هذه القضية وأقدم جميع القرائن مثل ما فعلت بكل جدية منذ 6 أشهر بصفة مجانية، وأنا سعيد بمشاهدة العديد من الأشخاص الآخرين مثلي يشتغلون بكل جدية ومثابرة لمد يد المساعدة للشعب التونسي. فأنا أجدد دعوتي للعالم
العمل من أجل مصلحة الحكومة، وأن نسلط كل الأضواء على هذه القضية، وأن نعلم الشعب التونسي عن حيثياتها عبر الإعلام، لأن ذلك أمر ضروري، وتجاهل هذه القضية لا يخدم مصلحة الشعب التونسي. صحيح. واضح. شكرا لك دارن عبد الرحيم على كل هذه التوضيحات، معناتها إن شاء الله يتحل الموضوع. شكرا لك، تصفيقة كبيرة على دارن عبد الرحيم. يعطيك الصحة. شكرا. ميرسي. يعطيك الصحة. شكرا.